السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض على درس المagnetic effect of electric current in a solenoid، وباذن الله هنحس ان الدرس ده اخف جزئيا من الدرسين اللي كانوا قبله اللي هما الستريت واير والسيركولار كويل. يلا مع بعض شباب نفتح مع بعض الملزمه كده في بيج 79 ونبتدي نحل ونسمي بسم الله. في question 1 عندي بيقول لي هنا ايه: the magnetic flux density in the interior of a solenoid carrying electric current is inversely proportional to. طيب تعالوا مع بعض نفتكر كده الدنستي بتاعت المagnetic field in the interior of the solenoid. القانون بتاعها كان ايه؟ القانون بتاعها كان البي equal mu ni over ال. طيب هو بيقول لي هنا is inversely proportional to. طيب البي هي inverse proportional مع باينه قوي اهي مع مين؟ مع اللينس بتاع السولينويد. يعني كل ما لينس السولينويد يزيد كل ما المagnetic flux density جواه او سترينث الفيلد جواه بيحصل له ايه؟ بيحصل له decrease. تمام؟ فهتبقى الاجابه بتاعتي سي. طيب question 2، في question 2 بيقول لي the magnetic field B inside a long ideal solenoid is independent on. كلمة independent يعني ايه يا شباب؟ independent يعني لا يعتمد، لا يعتمد على. طيب تعالوا نشوف كده الحاجات التي لا يعتمد عليها المagnetic flux density بتاعت السولينويد. هو بيعتمد على ايه اصلا؟ بيعتمد على الميو، البرميابيليتي، المagnetic permeability، الان، النمبر اوف تيرنز بتاعته، الاي، الكرنت اللي ماشي جواه، والال اللي هو لينس السولينويد. طيب لا يعتمد على ايه؟ يبقى كل دي الحاجات التي يعتمد عليها. ايه بيقول لك هنا magnitude of the current. هل البي لا تعتمد على الكرنت؟ لا، هي بتعتمد عليها لان هي جزء من القانون. طيب بي الكروس سيكشنال اريا. طب هل الكروس سيكشنال اريا موجوده عندي في القانون؟ لا للاسف مش موجوده. يبقى هي دي الاجابه بتاعتي. يبقى البي بتاعت السولينويد لا تعتمد على مين؟ الكروس سيكشنال اريا بتاعت السولينويد. اوكي. طيب 3 بيقول لي the magnetic flux density at the axis of the solenoid can increase with increasing. بيسأل على البي، بيقول لي ان البي دي بتزيد بزيادة مين؟ هل بزيادة الراديوس؟ طبعا الراديوس لا يؤثر على البي المagnetic flux density. طيب هل بزيادة النمبر اوف تيرنز؟ طبعا الريليشن ما بين البي والان از دايركت، يعني لو الان زادت البي هت ايه؟ هتزيد. يبقى هي الإجابة بتاعتي بي. طيب question 4، في question 4 يا جماعة بيقول the magnetic field inside along the axis the solenoid carrying current is. المagnetic field جوه السولينويد is، وسايب السؤال كده مش محدد حاجة معينة هو عاوز يعرفها. طيب خلاص نبص على الإجابات، من الإجابات احنا نفهم هو كان بيدور على إيه. يلا يا شباب بيقول لك السيم at all points، يبقى هو بيسأل على الديستريبيوشن بتاع الفيلد جوه السولينويد. same at all points ولا different at all points ولا different at the poles and at the center ولا zero؟ طبعا احنا عارفين ان هو بيكون same at all points. تمام. طيب نمبر 5 بيقول لي المagnetic field due to current passing through a solenoid is similar to field of. احنا فاكرين يا جماعه ان الفيلد بتاع السولينويد كان شبه الفيلد بتاع مين؟ فيلد السولينويد كان شبه الفيلد بتاع البار ماجنت. تمام. طيب في حين ان الفيلد بتاع السيركولار كويل برضه افكركم بقى من الحصه اللي فاتت، فيلد السيركولار كويل كان شبه الفيلد بتاع مين؟ كان شبه الفيلد بتاع الشورت بار ماجنت او السوليد ديسك ماجنت. طيب فهنا تعالوا ندور كده السولينويد، فيلد السولينويد السيميلر تو مين؟ بالفيلد اوف البار ماجنت. طيب نمبر 6، نمبر 6 بيقول لي البولاريتي اوف ا سولينويد carrying current is determined using. البولاريتي اللي هي التايب اوف بول. يعني ايه التايب اوف بول؟ البولاريتي اللي هي النورث والساوث. تمام. ويقصد بيهم الدايركشن اوف الفيلد. يبقى لما يقول لك ان البولاريتي ازاي بنحددها، يبقى هو قصده ازاي تحدد دايركشن المagnetic فيلد. بنحدد دايركشن magnetic فيلد في السولينويد باستخدام، ممكن احنا كنا اتفقنا مع بعض في الحصه ان انت ممكن تستخدم لها كلوك وايز رول زي ما عملنا مع السيركولار كويل، او الرايت هاند سكرو رول اللي هي بتاعت المسمار الالوز، او
امبير رايت هاند رول، حيث ان في امبير رايت هاند رول صوابعك بتعبر عن اتجاه الاي. يبقى انت لو خليت صوابعك في اتجاه الاي هتقدر تحدد اتجاه الفيلد جوه السيلينويد. تمام كده. وطبعا انت عارف ان اتجاه الفيلد يعني اتجاه النورث بول بتاعت مين؟ بتاعت السيلينويد. اوكي. طيب فانت موجود عندك الرايت هاند سكرو رول، تمام، دي احنا خدناها. وفي تحتها سي برضو امبيرز رايت هاند رول. طبعا هي مش فليمنج ليفت هاند رول. او ممكن تختار الاجابه دي اللي هي بوس A and C. طيب question 7. question 7 بيقول لي the direction of the field of solenoid is determined وسكت. طيب هو بيسأل عن ايه؟ تعالوا نبص على الاختيارات. بيسأل على المكان اللي انت بتحدد فيه الدايركشن بتاع الفيلد. بتحدده فين؟ at any point inside the solenoid ولا only along the axis of solenoid ولا at any point outside ولا at the tangent of the solenoid. طبعا احنا عارفين ان هو في الواقع ان الفيلد كله جوه السولينويد is uniform. فانت في الطبيعي ان انت بتحدد في اي مكان جوه، يعني مش شرط حته معينه، المهم ان انت جوه السولينويد، لان جوه السولينويد الفيلد از يونيفورم. لكن كتاب المدرسه كان قايل لا، احنا بنحدد الفيلد في الاكس بتاع مين؟ بتاع السولينويد. تمام. فاحنا بنمشي على كلام كتاب المدرسه، لكن هو في الواقع لا، في الواقع بيشتغلوها في اي حته جوه السولينويد. اوكي. ففي كتاب المدرسه كان قال ان هي اونلي along مين؟ الاكس اوف ذا سولينويد. تمام. اللي هي الاجابه بي. طيب ندخل على 8. في question 8 بيقول لي the direction of field of coil depends on. direction يا جماعة خدوها قاعدة كده من هنا لحد chapter 8. direction depend على direction. تمام. يبقى لما يقول لك direction magnetic field هتقول له depend على direction. direction مين بقى؟ مين اللي عمل المagnetic field أصلا؟ الكرنت. طيب فمين اللي اتجاهه لو اتغير هيغير اتجاه الفيلد؟ الكرنت. يبقى دايركشن الكرنت بيأثر دايما على دايركشن مين؟ على دايركشن الفيلد بتاع الكوندكتور. اوكي. طيب يبقى the direction of field of the coil depends on direction of coil itself طبعا لا. B magnitude of the field طبعا لا. الدايمتر لا. الدايركشن of the current of the coil اللي هي الإجابة رقم D. طيب في question 9 بيقول لي what is the direction of the magnetic field at point P. عاوز يسأل على اتجاه الفيلد هنا عند point P. تمام كده. in the figure P is on the axis اهو بيقول لك برضو في الاكس of the coil. طب عايز تحدد اتجاه الفيلد، عشان تحدد الدايركشن بتاع الفيلد لازم تجيب دايركشن مين؟ الكرنت. يلا يا جماعه معايا، ادي اتجاه الكرنت عندك في الواير طالع كده، فتلاقي ان الكرنت طالع من ورا وهيبقى نازل من قدام، يطلع من ورا وينزل من قدام، يطلع من ورا وينزل من قدام، وهكذا. تمام. زي ما اتفقنا خلي ضوافرك في اتجاه الكرنت وتبقى شايفهم بعينيك. ضوافرك في اتجاه الكرنت وتبقى شايفهم فين؟ بعينيك كده. يبقى ادي اتجاه الكرنت بيلف كده، يبقى ده اتجاه مين؟ يبقى ده اتجاه الفيلد. طيب اتجاه الفيلد كده يعني فين النورث بول وفين الساوث بول؟ النورث بول هنا والساوث بول هنا. تمام. طيب فهو بيسأل على دايركشن الفيلد، بيسأل بس على الدايركشن، ما بيسألش على نوع البولز. تمام. فدايركشن الفيلد كده ايه؟ to the right. طيب ممكن يجيب لي هو نفس السؤال ويقول لي ايه؟ نوع البول، نوع المagnetic بول generated at point B. زي ما انتم شايفين كده، يبقى كده المagnetic بول هي الساوث بول. اوكي. طيب اللي بعده في question 10. question 10 يا شباب بيقول لي a compass is placed in the magnetic field around the solenoid carrying current. هو حاطط عندي كومباس جنب السولينويد. تمام. طيب which of the following diagrams shows the compass needle pointing in the correct direction. يعني مين في الاشكال دي اللي هو حاطط فيها الكومباس وبتشاور على الاتجاه الصح؟ طيب
زي ما احنا عارفين الكومباس بتدي اتجاه الفيلد، يبقى هو حاططها جنب السولينويد، يبقى هي المفروض تدي اتجاه الفيلد بتاع السولينويد في المنطقة اللي هي محطوطة فيها. طيب اتجاه الفيلد بتاع السولينويد انت هتعرفه منين؟ لازم تحدد اتجاه الكرنت بتاع السولينويد الاول. يبقى زي ما اتفقنا دايركشن الفيلد ديبند على دايركشن مين؟ الاي. طيب دايركشن الاي بيطلع من الباتري، زي ما انتم عارفين الكرنت بيطلع من البوزيتيف بول بتاع الباتري. اطلع من البوزيتيف بول وامشي، هتلاقي ان السهم طالع هنا ونازل من ورا، يبقى طالع من قدام ونازل من ورا، طالع من قدام نازل من ورا، وهكذا. طيب كده يبقى اتجاه الفيلد فين؟ عرفت اتجاه الاي، بص على اتجاه الفيلد، خلي ضوافرك بتاعت ايدك اليمين في اتجاه الاي وتبقى شايفهم كده. ضوافري مع الاي، يبقى الفيلد انسايد ذا سولينويد اتجاهه لفين؟ تو ذا ليفت بالشكل ده. يبقى هنا النورث وهنا الساوث. اوكي. طيب بعد ما بيطلع بيروح فين؟ يعني هو الفيلد بيجي من هنا ويروح هنا وبعدين يروح فين؟ بيلف يا جماعه. المفروض ان هو يمشي كده، فكده يبقى المفروض ده هنا النورث. يعني انا لو حاطط هنا بوصله، البوصله دايما بتشاور على اتجاه النورث، تمام كده؟ يبقى هي كده بتشاور على الساوث، يبقى دي اجابه غلط، ما ينفعش. يبقى هو الصح ان هنا كان يبقى هنا نورث وهنا ساوث، ساعتها كنت اقول لك الاجابه دي صح. طيب تعال نبص كده هنا. مبدئيا كده الفيلد بيكون ماشي كده، يا كده يا كده، فاذا ما ينفعش اصلا الكومباس تبقى بتشاور في الدايركشن ده، يبقى دي من غير ما تكمل فيها حاجه غلط، وكذلك دي. اوكي. طب تعال نبص على سي. سي الكرنت طالع من الباتري، طالع هينزل من ورا ويطلع من قدام، ينزل من ورا ويطلع من قدام، وهكذا. طيب عرفت اتجاه الاي، شوف لي اتجاه الفيلد. ادي اتجاه الاي اهي، فين اتجاه الفيلد؟ وادي اتجاه الفيلد، فده اتجاه الفيلد من جوه السيلينويد. طب من بره الفيلد بيلف كده. طب الفيلد بيلف كده، والنورث بتاع السيلينويد او النورث بتاع الكومباس برضو ماشي معاه في نفس الدايركشن، لان انت عارف ان الماجنت الفيلد بتاعه بيبقى ماشي منين لفين؟ من الساوث للنورث. فكده يبقى مظبوط، هو حاطط الكومباس والكومباس بتشاور في المكان الصح. تمام. تبقى هي الاجابه بتاعتي مين؟ تبقى هي الاجابه بتاعتي سي. ثانيه واحده. بس خلاص. طيب بعد كده في question 11، في question 11 بيقول لي a bar magnet is brought close to a current bearing electromagnet. يعني ده كده بيعتبر الكترومagnet يا جماعه، زي ما اتفقنا مع بعض ان اي كوندكتور carrying current ممكن نقول عليه ايه؟ الكترومagnet. طيب bearing electromagnet indicate which figure represents the repulsion state. طيب هو جايب الكترومagnet حطه جنب بيرمننت ماجنت، يقول لك which figure في دول بيريبريزنت مين؟ الريبالشن. طيب طبعا انت عشان تلاقي ريبالشن يبقى لازم تكون لايك بولز، يبقى السولينويد يعمل بول نفس البول القريبه منه بتاعت الماجنت. طب هتحدد اتجاه البولز او هتحدد البولز بتاعت السولينويد ازاي؟ بناء على اتجاه الاي. طيب يلا، الكرنت هيطلع من البوزيتيف، هينزل من ورا يطلع من قدام، ينزل من ورا يطلع من قدام، وهكذا. طيب فانت عرفت اتجاه الكرنت في السولينويد، كرنت لفوق، يبقى الفيلد لفين؟ تو ذا ليفت. طيب تو ذا ليفت يعني هنا نورث وهنا ساوث. اوكي. ساوث، قبل ساوث يعمل ريبالشن، يبقى في هنا ريبالشن، وهو بيسأل على الريبالشن ستيت. يا سلام، جت على طول اهي. طيب هل في اجابات تانية صحيحة؟ تعالوا نشوف. هنا لو الكرنت طلع من الباتري هيمشي كده وينزل ينزل ينزل ينزل. طيب يبقى فين اتجاه الفيلد؟ هتتني، هتخلي ضوافرك في اتجاه الاي. يبقى احنا بنعملها بس عشان نشوف الدايركشنز بتتعمل ازاي. ادي اتجاه الاي وادي اتجاه مين؟ وادي اتجاه الفيلد. يبقى في هنا نورث وهنا ساوث. نورث قبل ساوث تدي ايه؟ اتراكشن.
طيب هنا ادي البوزيتيف طالع، الكرنت طالع من ورا ونازل من قدام، يبقى ادي اتجاه الاي وادي اتجاه مين؟ وادي اتجاه الفيلد. طيب فده النورث وده الساوث، نورث قصاد ساوث يعمل اتراكشن. هتلف الكرنت ماشي من البوزيتيف، هينزل من ورا ويطلع من قدام، ينزل من ورا ويطلع من قدام وهكذا. تمام؟ ادي اتجاه الاي وادي اتجاه مين؟ وادي اتجاه الفيلد. تمام؟ يبقى هنا النورث وهنا الساوث، فبرضه هيحصل اتراكشن. يبقى هي الإجابة الأولانية بس اللي صح. طيب 12، في 12 بيقول لي the magnetic field lines, the magnetic lines of the field inside current carrying solenoid or، بيتكلم على الفيلد لاينز بتاعت السولينويد. يبقى الإجابات دي أكيد الوصف بتاع الفيلد اللي هو بيدور عليه، هنقراهم بالراحة وإحنا نعرف الإجابة الصح. or along the axis of the solenoid and parallel to each other. طبعا دي إجابة مظبوطة، يبقى هم ماشيين كلهم along الأكس كده كده كده، وكلهم parallel to each other. perpendicular to the axis طبعا ده غلط. circular and لا مش circular، شكرا. circular شكرا، ما هي circular، يبقى هي 12 الإجابة بتاعتها A. طيب 13، في question 13 يا شباب بيقول لي which one characteristic of the magnetic flux produced by an electric current passing through the solenoid. يعني مين في دول produced by electric current passing through solenoid. تمام؟ يعني هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الشكل بتاع مين؟ الشكل بتاع المagnetic field بتاع السولينويد. هل هو in the form of uniform concentric circles؟ غلط. similar to flux lines of bar magnet؟ مظبوط. similar to flux of short bar magnet؟ غلط. its direction determined؟ غلط. شكرا. 14، في question 14 بيقول لي what happens to the magnitude of the magnetic field inside along solenoid if the current is doubled. ايه اللي هيحصل للماجنتيود بتاع المagnetic field inside the solenoid؟ طب ما نكتب القانون كده ونفتكر مع بعض. البي solenoid ميو ان اي على ال. طيب لو current is doubled بتحط لي هنا 2. ايه الجديد في القانون؟ هي ال 2 اللي جنب الاي دي كده، يبقى خلاص البي هي كمان is doubled، هتبقى become twice as large. الإجابة بتاعتك B. طيب في question 15 يا شباب، question 15 بيقول لك what happens to the field if instead the length of the solenoid is doubled. لو انت زودت اللينس بتاع السولينويد. طب ما تيجي نكتب القانون تاني. البي solenoid ميو ان اي على ال. طب لو اللينس is doubled with number of turns remaining the same، يبقى انت مسكت السولينويد عملت له stretching بحيث ان انت تزود الايه؟ اللينس بتاعه. تمام؟ انت كده ضفت ايه في القانون؟ توهايه، هي التوهايه بس موجوده تحت، يبقى كده البي سولينويد حصل لها طالما التو واقفه تحت يبقى decrease to half، it become 1 half، اللي هي الاجابه بتاعتك ايه؟ دي. طيب 16، what happens to the field if the number of turns is doubled with the length remaining the same؟ طيب هو هيزود النمبر اوف تيرنز للدبل. طب ما تيجي نكتب القانون كمان مره. البي سيلينويد ميو ان اي على ال، هو زود النمبر اوف تيرنز تو دبل. اوكي. طيب مستر هو المفروض لما بيزود النمبر اوف تيرنز بيزودها ازاي؟ عن طريق زياده عدد مين؟ عن طريق زياده عدد التيرن، يعني عن طريق زياده واير، بيضيف سلك على السلك اللي هو موجود، او هيقلل الكروس سكشنال اريا بتاعه الايه؟ بتاعه السيلينويد. لان زي ما انت عارف ان السيلينويد عباره عن ايه؟
عباره عن كويل بس ستريتش بقى ايه مفروض بالشكل ده. فانت ازاي تخلي النمبر اوف تيرنز دي تزيد للدبل؟ يا اما هتجيب سلك كمان من بره وتزود، تمام كده، يا اما هترفع السيلينويد بحيث ان انت بعد كده تخلي النمبر اوف تيرنز تبقى از دبل وتقلل الاريا بتاعته. طيب خلي بالك لو انت زودت لينس، غالبا في الاسئله اللي زي دي انت بتتعامل مع الريزيستنس بتاعت السيلينويد على ان هي بكام؟ على ان هي بزيرو. غالبا انت بتتعامل معاها على ان هي بزيرو، يعني الزياده بتاعت النمبر اوف تيرنز دي مش هتاثر على الكرنت. لو كانت عن طريق مين؟ لو كانت عن طريق زياده اللينس بتاع السيلينويد. تمام. طيب يبقى كده النمبر اوف تيرنز عندك زادت للدبل وخلاص، والاي هتفضل كونستانت زي ما هي، واللينس هيفضل ايه؟ كونستانت زي ما هو. يبقى كده البي سينويد هيحصل لها ايه؟ بقت بيكم توايس از لارج. اوكي، اللي هي الاجابه هتبقى بي. طيب في question 17 by increasing the length of the wire، لو انت زودت اللينس بتاع الواير of the solenoid to double with keeping the diameter. نركز قوي يا جماعه في السؤال ده علشان السؤال ده ملتف وحلزوني. انت بتزود لينس الواير بتاع السيلينويد للدبل. طيب تعال نشوف كده، هتزود اللينس بتاع ايه؟ الواير بتاع السيلينويد للدبل، فالمفروض ان السيلينويد اللينس بتاعه هيزيد للدبل. تمام كده، وكذلك النمبر اوف تيرنز هتزيد لمين؟ هتزيد للدبل. بس خلينا نكمل. with keeping the diameter of the solenoid، حافظت على الدايمتر زي ما هو، ما غيرتش في الدايمتر. and the length of solenoid as they are. قال لها طب ازاي يعني؟ ما انت هتزود اللينس، ما انت بتزود لينس الواير يبقى شيء طبيعي لينس السيلينويد هيزيد، بس ممكن بعد ما يحصل الزياده دي تروح انت عامل ايه؟ تروح انت عامل له كومبريسنج من تاني علشان تحافظ على اللينس بتاع السيلينويد الاصلي. تمام. طيب فانت كده زودت النمبر اوف تيرنز من غير ما تزود مين؟ من غير ما تزود اللينس بتاع السيلينويد. اوكي، فتبقى البي سيلينويد ميو ان اي على ال. كده الان زادت للدبل. طيب بيقول لك ايه؟ ان الار بتاعت الواير تساوي زيرو، يعني الزياده دي ما نشأش عنها تغير في الريزيستنس، وبالتالي طالما انت موصل في نفس الباتري يبقى الكرنت زي ما هو ما اتغيرش. واتفقنا اللينس بتاع السولينويد هيفضل كونستانت زي ما هو، يبقى التغير الوحيد عندي هو في مين؟ هو في الان، النمبر اوف تيرنز. طيب كمان مره عشان لو حد سرح افهمه تاني الحته دي. بصوا يا جماعه، هو بيقول لك دلوقتي ان هو زود لينس الواير بتاع السيلينويد. طب هيزود لينس الواير هيعمل بيه ايه؟ ما هو هيعمل بيه تيرنز كمان. فلو لينس الواير بتاع السيلينويد زاد للدبل يبقى هو كده زود النمبر اوف تيرنز بتاعت السيلينويد للدبل. تمام. وسكيبنج الدايمتر، حافظ على الدايمتر بتاع السيلينويد. مش بس كده، ده كمان حافظ على لينس السيلينويد. يبقى انت بعد ما سويت السلك بتاع السيلينويد اصبح سيلينويد قد كده مثلا، رحت عامل له كومبريسنج علشان ايه؟ علشان تقلل اللينس بتاعه، تحافظ على اللينس الاصلي بتاع مين؟ تحافظ على اللينس الاصلي بتاع السيلينويد. فاللينس السيلينويد ما اتغيرش والكرنت ما اتغيرش لان الريزيستنس بزيرو، كده يبقى البي مالها زادت للدبل، اللي هي الاجابه بتاعتي ايه. طيب 18 question 18 ده ابن عم 17. بيقول لك ايه في 18؟ by increasing the length of the wire، لو انت زودت لينس الواير اوف ذا سيلينويد، زودت اللينس بتاع الواير بتاع السيلينويد للدبل كمان مره، يبقى انت اهو ادي السيلينويد قدامك، زودت اللينس بتاع السيلينويد. انت هتزود اللينس بتاع السيلينويد على شكل ايه؟ ما هو بتزوده على شكل تورنز. طب فانت هتزودها على شكل تورنز والزياده بقت للدبل. طيب with keeping the diameter of the solenoid and the spacing between its turns as they are، يبقى هو حافظ على ايه؟ حافظ على الدايمتر زي اللي فاتت، والسبيسنج بتوين التيرنز. ايه السبيسنج بتوين التيرنز؟ اللي هي المسافه ما بين كل تيرن والتانيه حافظ عليها زي ما هي. يبقى هو كده عمل ايه؟ يبقى هو كده ما ضغطش السيلينويد، لانه لو ضغط السيلينويد كان السبيسنج ده قل، لكن هو ما ضغطش السيلينويد هنا وبالتالي حافظ
مش على اللينس بقى، حافظ على السبيسنج، وبالتالي كده السيلينويد الجديد اللينس بتاعه زايد الدبل. اوكي، هنكتب القانون. يبقى البي سيلينويد ايكوال ميو ان اي اوفر ال. كده الان زادت للدبل واللينس زاد للدبل، وبيقول لي كمان ان الريزيستنس ايكوال زيرو. طالما الريزيستنس ايكوال زيرو يبقى الكرنت از كونستانت، الكرنت ما اتغيرش هنا. خلاص، يبقى ال 2 هتروح مع ال 2. هل في اي ارقام جديده في القانون؟ طبعا لا، مفيش اي ارقام. خلاص، تبقى كده remains constant اللي هي الاجابه سي. تمام يا شباب، لو في اي حد عنده استفسار يا ريت يسال في الحصه او يبعت في الكومنتس. طيب في question 19، في question 19 بيقول لي هنا ايه؟ What is the magnitude of the magnetic field at the core of 120 turns؟ مع بعض بقى ناخد الجيفنز زي ما اتعودنا. يبقى ال N ب 120، سيلينويد اللينس، ادي لينس السيلينويد 0.5 متر، carrying current of 2 امبير، ومعاك الاي بكام؟ ب 2 امبير. هنكتب القانون وهنعوض. يبقى كده البي سيلينويد ايكوال ميو ان اي على ال ايكوال الميو زي ما احنا عارفين 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الان بكام؟ ب 120 تايمز الاي ب 2 اوفر اللينس بتاع السيلينويد بكام؟ 0.5. اوكي، طيب يلا شغل معايا الكالكوليتر واحسبها. فالريزلت بتاعي بيطلع كام؟ هيطلع 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 اللي هي الإجابة دي. طيب ثانية كده نحسبها تاني بس عشان نتأكد. هتبقى 4 تايمز الواي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز 120 تايمز 2 divided 0.5 بالظبط، اللي هي 6.03، اللي هي اقرب اجابه ليها كام؟ اللي هي اقرب اجابه ليها ال 6. يبقى هي approximately 6 times 10 power negative 4. طيب في question 20 بيقول لي in the opposite figure if the number of turns، معاك ال n بكام؟ 500. يبقى ادي ال n. the magnetic flux density at the center is، بيسأل على ال B. فال B solenoid equal ميو ان اي على ال L. ويلا نعوض، كتبنا القانون نعوض فيه. هتبقى 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز ال n بكام؟ ال n 500 تايمز ال I بكام؟ ال I ب 2 على ال L. ال L لينس السيلينويد 20 سنتيمتر اللي هي 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. فهيطلع معاك رقم، الرقم ده بيكون 6.28 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طيب اللي هو مين في دول؟ طبعا انت هتبص كده مش هتلاقي الرقم اللي انت مطلعه مكتوب. ما تتخضش، ما تخافش، انت ممكن تبتدي تعوض في الارقام دي وتشوف مين فيهم بيدي لك نفس الريزلت ده. هتلاقي ان هي الاجابه رقم بي. تمام. طيب في 21 بيقول لي from the previous question the by reversing the direction of the current of the solenoid، لو عكس اتجاه الكرنت بتاع السولينويد so the magnitude of the magnetic field at the axis. يبقى هو لو عكس direction بتاع الكرنت، direction بتاع حاجه واحده بس هتتعكس. تمام. فبيسأل على الماجنتيود بتاع الفيلد. طبعا ماجنتيود الفيلد في الاكس هيفضل كونستانت. ليه؟ مش هيتغير، لان انت ما عندكش غير هو فيلد واحد بس اللي بيأثر على الاكس ده. فانت لو عكست الدايركشن بتاع الكرنت انت بتعكس دايركشن الفيلد، لكن الماجنتيود هيفضل كونستانت. طب امتى الماجنتيود يتغير مع الدايركشن؟ والله لو كان في اكتر من حاجه بتأثر على
البوينت اللي هو بيتكلم عليها، يعني في عندك اكتر من فيلد بيأثر على الاكس بتاع السيلينويد، ساعتها تغير الدايركشن يعني بيغير في الساين بلس او ماينس، فالريزلتنت ماجنتيك فيلد ساعتها هيتأثر. لكن لو هو حاجة واحدة بس، لو هي نقطة واحدة بس بتتأثر بفيلد واحد بس، يبقى كده لو عكست الدايركشن الماجنتيود مش هيتغير، فدي هتفضل remains constant. طيب في 22 يا شباب، 22 بيقول لي two solenoids similar in shape, thick, length, one is made of copper and the other is made of aluminum. يبقى انت عندك واحد مصنوع من الكبر والتاني مصنوع من الألمنيوم. If each one is connected with the same electric source separately، يبقى انت وصلت ده مرة لوحده مع باتري ووصلت التاني مرة تانية مع نفس الباتري. So which statement of the following statements is true؟ مين في دول is true؟ طيب طبعا احنا عارفين يا جماعة ان الكبر هو اعلى الماتيريالز في الكوندكتيفيتي. الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها، الكومن ماتيريالز اللي احنا بنستخدمها، الكبر هو اعلى كوندكتيفيتي فيها. فانت لو وصلته في باتري هيحصل على اعلى كرنت ينفع يطلع منين؟ من الباتري دي. على عكس الالومنيوم الكوندكتيفيتي بتاعته اقل. الكوندكتيفيتي بتاعته اقل، يعني لو وصلته مع نفس الباتري هيخرج كرنت اقل. طيب فلو خرج كرنت اقل يبقى المagnetic flux density في السيلينويد الالومنيوم هيكون اقل. لو خرج كرنت اكتر زي الكبر كده في السيلينويد بتاع الكبر فهيعمل magnetic field اعلى في الكبر. تعالوا نشوف الاجابات. The magnetic flux density at the center of the aluminum solenoid is greater. طبعا لا. خلاص يبقى هي بي، بيقول لك the magnetic flux density at the center of the copper solenoid is greater. طب ليه؟ السبب زي ما اتفقنا مع بعض يا جماعه ان الكبر الكوندكتيفيتي بتاعته اعلى من الالومنيوم، وبالتالي لو توصلوا الاثنين على نفس الباتري ده لوحده وده لوحده يبقى الكرنت اللي هيعدي في الكبر اكتر من الكرنت اللي هيعدي في مين؟ في الالومنيوم، وبالتالي يبقى المagnetic flux density جوه السيلينويد المصنوع من الكبر اعلى من المagnetic flux density جوه السيلينويد المصنوع من الالومنيوم. طب تعالوا نبص برضو على بقيه الجمل. the current in the aluminum is greater غلط. the flux density at the center of copper solenoid equal غلط. طيب 23 في 23 بيقول لك solenoid has length L and N turns. ده في solenoid A. طيب solenoid B اللينس بتاعه 2L والN بتاعته N. solenoid C عنده لينس قد ايه؟ اللينس بتاعه L/2 والN بتاعته 2N. if each solenoid carries the same current كلهم بيعدي فيهم نفس الكرنت. rank by the strength of the magnetic field in the center of each solenoid. عايزك ترتب البيهات من اللارجست to the smallest. طيب زي ما اتفقنا يا جماعه الاسئله اللي من النمط ده بتاخدها انت بتعوض في الارقام اللي هو مديها لك. احنا عارفين طبعا ان البي قانونها ايه؟ ان البي ميو ان اي اوفر ال. فانت عندك الميو والاي ثابتين ما بيتغيروش، يبقى هما ثابتين في الثلاث سولونويدات، فالتغير كله بيكون ما بين الان والال. فزي ما اتفقنا في النمط ده من الاسئله انت بتعوض بالرقم اللي جنب كل ان والرقم اللي جنب كل ال. تعال نبص كده على السولينويد الاولاني اللي هو السولينويد A. في السولينويد A الان بتاعته بكام؟ الان بتاعته تعتبر ب1، هنعتبرها ب1، هي مش ب1 بس احنا هنعتبرها ب1، واللينس بتاعه برضه هتعتبره كام؟ 1. فانت كده هتحط 1 اوفر 1. 1 اوفر 1 ايكوال كام؟ ايكوال 1. طيب في السولينويد الثاني B، في B بيقول لك ان اللينس بكام؟ ب2L والان بكام؟ بN. فانت بتعوض عن الان دي ب1 وعن اللينس بكام؟ ب2، فهتطلع بكام؟ هتطلع بهاف.
سي سيلينويد سي اللينس بتاعه بكام؟ ال اوفر 2 والان بتاعته بكام؟ ب 2 ان. هتبقى كده 2 ان على ال اوفر 2 اللي هي هاف. فتحت اللي تحت هيطلع فوق هتبقى بكام؟ هتبقى ب 4. يبقى مين اكبر ماجنتيك فلكس دينستي؟ هتلاقيها بتاعت السي. مين اللي وراها؟ بتاعت الايه. مين اللي في الاخر خالص؟ بتاعت البي. يبقى الترتيب الصحيح بتاعي من الكبير للصغير سي اي بي اللي هي الاجابه رقم دي. تمام؟ طيب طيب في 24 بيقول لي a circular coil of diameter d carrying current is stretched to form solenoid. فانت هنا دي الكيس بتاعت الكويل اللي انت بتحوله الى سولينويد عن طريق ايه؟ عن طريق الاستريتشنج. تمام كده؟ طيب هو لما كان كويل كان الدايمتر بتاعه دي، لما بقى سولينويد اللينس بتاعه بقى ال، حيث ان ال ايكوال الدي، والدي دي اللي هي مين يا جماعه؟ اللي هي 2 ار بتوع مين؟ بتوع الكويل. The magnetic flux density at the axis of solenoid نقط the magnetic flux density on the center of the coil. يبقى هو بيطلب منك مقارنة ما بين الفلكس دينستي بتاعت الكويل والفلكس دينستي بتاعت مين؟ بتاعت السولينويد. تمام. طيب المقارنة في الفيزيكس عندي بتتم ازاي؟ من خلال الريشيو. يبقى هتعمل ريشيو البي كويل اوفر البي سولينويد. احنا عملناها مع بعض في الحصه بس وماله نعملها كمان مره. البي كويل تتفك تبقى ميو ان كويل اي كويل اوفر 2 ار الكويل على ميو ان سيلينويد اي سيلينويد على ال سيلينويد. طبعا في حاله الاستريتشنج انت ما بتغيرش النمبر اوف تيرنز، نفس النمبر اوف تيرنز انت بس بعدتهم عن بعض. ادي حاجه. تاني حاجه طالما موصل في نفس الباتري يبقى الكرنت برضو مش هيتغير، هي نفس الكرنت. فتبقى ميو ان اي هتروح مع ميو ان اي، ويتبقى عندك ايه؟ تحت اللي تحت هيطلع فوق وتحت اللي فوق هينزل تحت. فاصبح القانون بتاعي بالشكل ده: البي كويل على البي سيلينويد ايكوال ال سيلينويد على 2 ار الكويل. طيب هو بيقول ان ال سيلينويد ايكوال 2 ار الكويل اللي هي الدايمتر. يبقى هما الاثنين اصلا ايكوال، راحوا مع بعض. شكرا. يبقى كده البي كويل على البي سيلينويد ايكوال 1. طيب which means ان البي كويل ايكوال البي سيلينويد اللي هي الاجابه رقم بي. طيب تمام. في 25 بيقول لي circular loop التيرنز بتاعتها N1 والراديوس بتاعتها R passes through it electric current I if the magnetic flux at its center is B. بيقول لك الفلكس جوه السنتر is B. its turns are far away. بعد كده انت خدت التيرنز بدأت تبعدهم عن بعض. become a solenoid حولته لسولينويد. اللينس بتاعه 20 R and the same current also passes through it. ونفس الكرنت بيعدي جواه. The magnetic flux density at its axis will be. بيسأل عن magnetic flux density will be اللي هو مقصود بيه مين؟ السيلينويد، لأن أنت حولت من كويل إلى سيلينويد. ففي التحويل من كويل لسيلينويد بتستخدم نفس الريليشن دي في كل مرة. بي كويل أوفر البي سيلينويد ايكوال ال سيلينويد على 2 ار الكويل. تمام. فانت مش معاك تعويض غير هي ال سيلينويد بس. ال سيلينويد بكام؟ ب 20 ار اوفر 2 ار. فالار هتروح مع الار 20 اوفر 2 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 10. هو بيسألك على الجزء اللي تحت من الريشيو اللي هو البي سيلينويد، بيسأل على الجزء اللي تحت في الريشيو. طيب فبيسأل على الجزء اللي تحت، يبقى انت زي ما اتفقنا مع بعض هتعمل ايه؟ بتعكس الريشيو. يبقى البي سيلينويد ايكوال 1 على 10 في البي كويل. هي دي الإجابة بتاعتي.
اللي هي الإجابة رقم بي. طيب ندخل على 26 يا شباب. بيقول لي هنا ايه؟ circular coil of diameter 10 cm and its number of turns is in carrying high current if we stretch the coil in the direction of its axis to produce a solenoid, so the length of the solenoid which makes the flux density equal quarter. الفلكس دينستي بتاعت الكويل. يعني الجملة دي ملخصها كالآتي: بي سيلينويد هتبقى بكوارتر البي كويل. البي سيلينويد هتبقى كوارتر مين؟ البي كويل. دي الترجمة بتاعت الجملة دي بتاعت السطر الأخير. تمام؟ طيب فهو بيسأل على إيه؟ so the length of the solenoid. يبقى هو بيسألك على اللينس بتاع السيلينويد اللي هيخلي البي سيلينويد ايكوال كوارتر البي كويل. هنرجع نقعد في نفس الريشيو تاني. بي كويل اوفر بي سيلينويد ايكوال ال السيلينويد اوفر 2 ار الكويل. يلا نعوض. بي كويل هتفضل زي ما هي وهتشيل البي سيلينويد وتحط مكانها كوارتر البي كويل. هتبقى ايكوال ال سيلينويد اللي انا معرفهاش على الدايمتر اللي هو 2 ار بكام؟ ب 10 سنتيمتر، يعني 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. فالبي كويل هتروح مع البي كويل تحت، اللي تحت هيطلع فين؟ هيطلع فوق، هتبقى 4 وبعد كده هتعدي دول هيبقوا فوق هنا برضو نفس القصة. يعني من الآخر ال سيلينويد هتبقى ايكوال 40 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي 0.4 متر. دي كده اللينس بتاع مين؟ السيلينويد، اللي هي الإجابة رقم سي. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، هي نفس الفكرة نفس طريقة الحل، بس في كل مرة بيدي لك حاجة تعوض بيها. في السؤال الأولاني كان بيقول لك إن اللينس ايكوال الدايمتر، تمام؟ فكده كانت البي كويل ايكوال بي سيلينويد. السؤال اللي بعده راح مدي لك التعويضة بتاعت مين؟ لينس السيلينويد. السؤال اللي بعده اللي هو السؤال ده راح مدي لك تعويضة للبي سيلينويد. يبقى هي نفس الفكرة يا جماعة، تبقى دايما نفس الفكرة بس بيغير في المطلوب او بيغير في الجيفن بتاع الفكره دي. تمام؟ question 27 يا شباب. في question 27 بيقول لي a solenoid is connected to a cell of negligible internal resistance. بيقول لي quarter length is removed and the rest of solenoid is connected to the same cell. يبقى انت كلت منه الربع. تمام كده؟ يعني ادي السولينويد مثلا وانت كلت ربع السيلينويد، اوكي؟ وبعد كده رحت جاي موصل الباقي ده اللي هو قد ايه؟ 3/4 السيلينويد رحت موصلهم، اوكي؟ to the same cell then the magnetic flux density. طب فبيسأل عن magnetic flux density. في الحاجات اللي زي دي يا شباب، النوعية دي من الأسئلة هترجع تكتب القانون بي سيلينويد اللي هي أسئلة الريموفنج أو كاتنج ايكوال ميو ان اي على اللينس. فانت قطعت الربع وبعد كده هتستخدم مين؟ هتستخدم التلات ارباع وهترجع توصلهم تاني. فانت خلي بالك قطعت ربع اللينس، يبقى انت بقى عندك التلات ارباع اللينس وتلات ارباع النمبر اوف تيرنز برضو. يبقى هنا ال n الجديدة بقت 3/4 وال L الجديدة بقت كام؟ 3/4. طيب مش اللي انت قطعته ده سلك المفروض انه له ريزيستنس، ممكن ما هوش ريزيستنس او له ريزيستنس، بس هنا في السؤال بيقول لك ان السلك ده ان الار بتاعته لا تساوي 0. الريزيستنس بتاعته بايه؟ لا تساوي 0. يعني الريزيستنس بتاعته لو انت غيرتها هتأثر على الكرنت اللي ماشي. طيب الكرنت والريزيستنس الريليشن ما بينهم عامله ازاي؟ زي الزفت. زي ما احنا عارفين الريليشن بينهم بتبقى انفرس. يبقى انت هنا لو اللينس بتاع السيلينويد اصبح التلات ارباع، قلل التلات ارباع يبقى الكرنت بيزيد العكس 4/3. تمام؟
طيب فكده ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال 3 اوفر 4 دي هتروح مع 3 اوفر 4 دي، واللي اتبقى عندي مين؟ اللي اتبقى عندي ال 4 اوفر 3. تمام؟ طيب 4 اوفر 3 بي، يبقى ده الجديد عندي في القانون اللي هي الإجابة بتاعتي رقم سي. يلا يا جماعة في question 28 the figure illustrates solenoid of length L cross sectional area A number of turns N through which a current I passes if its turns is displaced apart. turns بتاعته displaced يعني ايه؟ ابتديت اوسعهم كده عن بعض. so that اللينس increase to 3L، يعني اللينس بتاعه ده اصبح 3L. طيب اللينس اصبح 3L فالمagnetic flux density بقت دي اسهل من السهوله، تبقى البي سيلينويد ايكوال ميو ان اي، مفيش حاجه زادت عندك غير لينس السيلينويد. يعني الجديد في القانون كله السري اللي واقفه تحت، فكده يبقى البي سيلينويد decreased to 1/3. 29 ده من الأسئلة اللي جت في امتحانات السنين اللي فاتت. بيقول لي in the given figure two coils x و y of number of turns n and 2n. يبقى أنت هنا عندك two coils x وكويل y number of turns n و 2n. تمام؟ طيب a current of intensity I passes through each of them. يعني الاتنين بيعدي فيهم نفس ال I. The relation between the magnetic flux density B at the point C on the axis of coil X and ال B2. يعني بيسأل على ال B اللي هنا to ال B اللي هنا، بس هو بيحاول يلخبطنا بكتر الرموز. يعني هو كده عاوز ال BX over ال BY. تمام كده at the axis of Y equal. طيب تعالى نعمل ال BX على ال BY. ال BX على ال BY هتبقى ايكوال NX على NY تايمز، المفروض IX على IY بس هما الاتنين نفس الكرنت فراحت مع بعض، تايمز ال LY على ال LX. ويلا نعوض. NX بكام؟ ال NX ب N على ال NY ب 2N تايمز ال LY ب 2L LY اهو ب 2L على ال L بتاع الاكس، اللينس بتاع الكويل اكس ب L. دي هتروح مع دي ودي هتروح مع دي وال2 هتروح مع ال2. يعني من الاخر البي اكس على البي واي كده بقت ايكوال كام؟ بقت ايكوال 1. ده معناه ان البي اكس ايكوال البي واي، يعني البي 1 ايكوال البي 2 اللي هي الاجابه رقم بي. طيب في question 30 ده سؤال غريب جدا، انا مش عارف انا حطيته ازاي اساسا يعني. ما علينا. المهم select all the correct statements about all cases shown in the opposite figure. بيقول لك select مين في الجمل دي is correct. طيب تعال نشوف كده. في اول جمله بيقول لي the magnetic field inside the solenoid في الايمج A is pointing toward the left. طب فبيقول لك ان اتجاه الفيلد هنا في السولينويد ده toward الليفت. طب انت تعرف منين صح ولا غلط الكلام ده؟ والله شوف اتجاه الاي. انت عندك الكرنت داخل وبيلف من ورا وطالع من قدام وهكذا، يبقى ده اتجاه الاي فده اتجاه الفيلد بتاع السولينويد فعلا تو ذا ليفت. اوكي تبقى الاجابه ايه؟ صح. طب بي بيقول لك المagnetic فيلد ات ذا ليفت اوف ذا ستريت واير. الفيلد على الليفت الستريت واير از اوت اوف ذا بيج. تعال نشوف. ادي الكرنت هنا، الفيلد هنا ان والفيلد هنا اوت. طب ما دي صح برضه. سي بيقول the magnetic field at the center of the circular loop في الايمج سي is into the page. يعني الكرنت عندك في الرسمه بيلف كده،
فالفيلد انتو ذا بيدج صح، اجابه مظبوطه. دي the magnetic field around the into page current في دي is clockwise. لو الكرنت عندك ماشي into the page يبقى الفيلد بيلف ازاي؟ بيلف كده. فدي كده اسمها ايه الدايركشن ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمه clockwise. يبقى برضو الاجابه دي صحيحه. شو زي سؤال غريب جدا يعني. طب هو عاوز ايه يعني؟ هو عاوز ايه؟ انا مش عارف ده والله. طيب في question 31 a solenoid and wire carrying current is shown in figure. الحمد لله. in shown figure so the net magnetic field at point B. بيسأل على البي توتال هنا في البوينت بي. طيب ما انت عايز تشوف البي توتال تحدد هتتحسب ازاي او الماجنتيود بتاعها هيجي ازاي. يبقى لازم تشوف الاتجاهات، هل في اكتر من فيلد بيأثر عليها ولا لا. لو في اكتر من فيلد بيأثر عليها يبقى لازم تجيب الدايركشنز بتاعتهم. تعال نشوف كده. بالنسبه للبوينت بي فهي جوه السيلينويد، فشيء طبيعي في فيلد للسيلينويد بيأثر طالما ماشي فيه كارنت. اتجاه فيلد السيلينويد تو ذا ليفت. طيب تو ذا رايت انا اسف. طيب في واير كمان حاططهولي جنب السيلينويد او فوق السيلينويد بحاجه بسيطه. طبعا الواير مش هيبقى حاطه كده، يعني مش هيبقى حاطه ويجي في دماغك ان الواير محطوط بعيد فمش هيأثر، لا. طالما هو حاططه لك في الرسمه يبقى اكيد هيأثر. فانت عاوز تعرف برضو اتجاهات فيلد الواير ده واير محطوط انتو ذا بيج والكرنت بتاعه ماشي انتو ذا بيج، فالفيلد بتاعه هيمشي كده. طيب يبقى اذا الفيلد بتاع الواير لحد البوينت بي كده هيكونوا ماشيين مالهم؟ هيكونوا ماشيين عكس بعض. ماشيين ايه؟ عكس بعض. فعكس بعض هتعمل لهم ماينس، اللي هو بي 1 ماينس البي 2. طيب في question 32 نفس السؤال solenoid wire carrying current so the net magnetic field at point P. المرة دي راح شايل الواير من هنا وراح حاطه فين؟ راح حاطه هنا. فالمفروض برضو يبقى في اتنين فيلد كده بيأثروا على البوينت بي، فعشان كده لازم اجيب الدايركشنز بتاعتهم. اول حاجة فيلد السولينويد، الكرنت بتاع السولينويد نازل لتحت يبقى الفيلد ماشي كده. تاني حاجة الواير الكرنت بتاعه is into the page، فالفيلد بتاعه ماشي ازاي؟ ماشي كده. فزي ما انتوا شايفين يا جماعة ان الفيلد بتاع السولينويد مثلا في اتجاه وفيلد الواير ماشي كده، فالاتجاهين دول كده بيربنديكولار على بعض. فطالما التو فيلدز ار بيربنديكولار، انا بتكلم على الفيلدات، طالما الفيلدات بيربنديكولار ماليش دعوة بأي حاجة تانية. الفيلدات بيربنديكولار يبقى هتعملهم ايه؟ هتعملهم باي ثيجرس، اللي هي الإجابة رقم سي. طيب 33 in the figure a group of electric conductors each carrying current I. يعني كل الرسومات اللي قدامي دي الكرنت في أي كوندكتور فيها is I. Which of the following mathematical relations is correct؟ بيقول لك Z أكبر من Y، Z مش عارف إيه. هو بيسأل على إيه يا جماعة هنا؟ واضح كده ان هو بيسأل على المagnetic flux density في السنتر بتاع كل رسمة، او magnetic flux density بتاعت كل فيجر من دول. عايزك تقارنهم ببعض. طب ما انا هعرف منين مين الاكبر ومين الاصغر؟ يبقى لازم نترجمها لارقام. بنترجمها لارقام ازاي؟ بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها مع بعض. انت بتشوف الكرنت مثلا ده كرنت واي بتعوض عن الاي دي ب1، الديستانس دي بتعوض عن الدي دي ب1 مثلا او ب2 على حسب، الراديوس ار بتعوض عنه ب1. اوكي، فانت على حسب كل حاجه بتحط لها فاليو بناء على الرقم اللي مكتوب جنبها. طيب فهنا بيقول لك ان الرينج الراديوس بتاعتها از ار، وهو عاوز يحسب ماجنتيك فلكس دينستي هنا في السنتر بتاع الكويل. خلي بالك السنتر ده المفروض ان هو بيتاثر بكام فيلد؟ ثلاث فيلدات، فيلد من الواير ده وفيلد من الواير ده وفيلد من الكويل. طيب فانا عايز اشوف الوايرين الاول فيلداتهم اخبارها ايه. والله الواير الاولاني هنا اكس هنا دوت، الواير الثاني هنا اكس
هنا دوت. اذا الوايرين فيلداتهم ما بينهم في الريجن اللي في النص دي عكس بعض، فعكس بعض يعني هتعملهم ماينس. طيب ماينس وانت واقف على ايكوال ديستانسز من الوايرين، تمام كده؟ انت واقف في النص بالظبط كده ما بين الوايرين، هنا دي وهنا دي، والاتنين كاري ذا سيم كارنت، يبقى كده البي توتال بتاعت الوايرين بكام؟ بزيرو. دي كيس احنا خدناها مع بعض في اول حصه في تشابتر 1، في اول حصه في تشابتر 2، ان لما يكون عندك تو كارنتس ايكوال ان ماجنتيود والسيم ان دايركشن يبقى الفيلدات بتاعتهم بكام؟ بزيرو. فدول ولا كانك شايفهم بقى، خلاص كده شكرا، مش عايزين منهم حاجه. خد لي كده البي هنا بتاعت مين؟ بتاعت الكويل دي كده، اللي هي هتبقى البي توتال اللي هي فين؟ اللي هي اسمها البي زد. هتبقى ايكوال ايه؟ والله هتبقى ايكوال ميو الان ب1 الاي اوفر 2 ار. فانا ما يهمنيش ولا الميو ولا الاي ولا الار، انا يهمني بس الارقام اللي موجوده عندي في الايكويشن. هتطلع بكام؟ ب1 على 2. ونحسب يلا للسيلينويد نفس القصه. السيلينويد بيقول لك النمبر اوف تيرنز بتاعته كام؟ 6، واللينس بتاعه كام؟ ب 12 ار. هنكتب قانون البي سيلينويد. بي سيلينويد ايكوال ميو ان اي على ال. الان بكام؟ هو بيقول لي الان ب 6 والال بكام؟ ب 12 ار. انا ما يهمنيش اي حاجه في اللي باقيين، ولا الميو ولا الاي ولا الار، يهمني الارقام. 6 على 12 بكام؟ بهاف. يبقى البي هنا دي بيسموها البي واي بهاف برضه. طب هنا two rings have the same diameter. الدايمتر هنا هو الدايمتر هنا equal to r. اوكي، the magnetic flux density at the center of the two rings. طبعا زي ما انتم شايفين كده السنتر بتاع الرينجز بيتأثر بكام فيلد؟ بتو فيلدز هيكونوا بيربنديكولار على بعض. فانت عشان تحسبه هتشتغل بايثاغورس. يبقى كده البي توتال ايكوال روت ميو تايمز الان بكام؟ ب1 تايمز الاي اوفر 2 ار. وهو اصلا الراديوس الار بكام؟ ب 2 ار، يبقى هنا 4 ار. لا معلش، ده الدايمتر هو اللي ب 2 ار، يبقى الراديوس ب 2 ار عادي، معلش، فدي هتبقى 2 بلس افتح براكت ميو تايمز ال1 تايمز الاي على 2 ار باور 2 باور 2. طيب فكده انت عندك الارقام اللي موجوده ايه؟ عندك هنا 1 على 2 باور 2 وهنا 1 على 2 باور 2، يعني الروت ده هيصفي في الاخر على كوارتر بلس كوارتر، يعني روت 2 على 4، يعني روت 2 على 2، يعني 1 على روت 2، يعني 0.707. طيب فزي ما انت شايف كده ده 0.707 وده هاف وده هاف، يعني 0.5 وده 0.5. يبقى كده مين اكبر فيلد في الثلاثه؟ هو فيلد الاثنين دول، اللي هو البي بتاعه الاكس. بعد كده عندك الفيلد بتاع الواي بهاف، وعندك الفيلد بتاع زد بهاف برضه. نشوف بقى، هو بيقول لك هنا الزد اكبر من الواي. الزد اللي هي فين؟ الزد اللي هي دي اكبر من الواي. لا طبعا مش صح، لان دي بهاف ودي بهاف برضه. تمام، فالاجابه الاولى غلط. بي الاكس ايكوال الزد، طبعا الاكس اكبر من الباقيين فدي برضو غلط. سي الواي، فين الواي؟ الواي اللي هي دي اللي هي 0.5 اصغر من الاكس. الاكس اللي هي كام؟ 0.707. ماشي دي صح. طب الاخيره الاكس ايكوال الواي، لا طبعا دي غلط لان الاكس هي الكبيره. تمام، وبكده نكون خلصنا مع بعض حل أسئلة الدرس بتاع المagnetic effect of electric current in a solenoid.
وزي ما انتم شايفين كده الأسئلة بتاعت الدرس ده إلى حد ما بتكون سهلة، وزي ما اتفقنا احنا بنحل مع بعض هنا جزء من الواجب اللي هو اللي تشوز، وبحل معاكم في الحصة بقية البروبلمز. فأي حد عنده أي استفسار يسيب لي كومنت، لو أنت مش معايا من الطلبة بتاعتي سيب لي كومنت وأنا هرد عليه على طول إن شاء الله. واعمل لايك واعمل شير للفيديو، وشارك إن هو يوصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة، ممكن يكون حد محتاج حاجة زي دي هتفيده إن شاء الله. وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.